يا بنتي كل ده يا بنتي بقالك ساعة بتعملي شوبينج؟ اشتريتي ايه بقى ان شاء الله؟ ولا اشتريت اي حاجة يا عصام. الناس هنا مش فاهماني خالص، نزلوني مصر بقى. You are really annoying. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عصام؟ هو انت بتشتمني ولا ايه؟ اشمعنى دي يعني فهمتي ان انا بشتمك يعني؟ امال انتي عمالة تعملي شوبينج وتتكلمي مع الناس وتنزلي وتخرجي وبتاع وتقولي انا فاهمة وفي الاخر تطلعيش فاهمة اي حاجة، وديكي بقالك ساعة وما اشتريتيش اي حاجة خالص. مش علمتك ازاي تعملي شوبينج بالانجليزي؟ انا يا عصام كنت عايزة اشتري ميك اب، وانت علمتني اني لما اكون عايزة حاجة اقول I need ميك اب. مش كده صح برضو يا عصام؟ ايه بقى انواع الميك اب اللي انت عايزة تشتريها وبقالك ساعة كاملة مش عارفة تشتريها؟ النبي يا اخويا كنت عايزة اشتري 3 حاجات، كنت عايزة اشتري لانسز وماسكارا واي بروز. هي الناس اللي مش عارفة تجيب لي ال3 حاجات دول هنا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقولي اي بروز ولينسز؟ طب ما اكيد طبعا الناس مش هتفهمك ولا هتجيب لك حاجه ولا هتساعدك بحاجه. ايه اللي هو ده الكلام اللي انت قلتيه هنا في المحل؟ قلت لك قبل كده اسمها ماسكارا واسمها لينزز واسمها اي براوز. لو قلت نفس الكلام زي ما انا بقوله كده الناس كلها هتفهمك عادي جدا. طيب انا دلوقتي لو في محل وعايزة اطلب الحاجات اللي انا محتاجاها، اطلبها ازاي من الناس؟ طبعا انت اول ما تدخلي اي محل بتقولي مثلا hello، مثلا حد هيجي يقول لك how can I help you، بتقولي له مثلا can you help me with mascara لو انت عايز تشتري ماسكارا مثلا، او تقولي له I need mascara، او مثلا how much is the mascara، بمنتهى البساطة. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده لازم تخلي بالك من النطق، علشان انت ممكن تقولي السؤال صح بس تنطقي الكلام غلط فمحدش يفهمك زي اللي حصل معاكي دلوقتي. اها اوكي. طب لو عايزة اسأل بقى على السعر يا اخويا، ده اهم حاجة. طبعا السعر ده اسهل حاجة واهم حاجة. طبعا انت هتقولي لهم how much is this، how much is this، او برضو ممكن تقولي how much does it cost، how much does it cost. طبعا لازم تتعلمي تنطقي الكلام ده صح علشان برضو الناس تفهمك. وانا بقى لو عايزة افاصل بقى يا اخويا شوية وانزل في الاسعار الغالية دي، اديك شايف الاسعار مولعة والدنيا لبش اليومين دول. انت طبعا فاكرة نفسك ان انت هنا في مصر وكل حاجة بتدخليها، طبعا ما انا عارف انت كنت في مصر دايما كده، اي مكان تدخلي عايزة تفصلي وتطلبي دايما تنزلي في السعر. طبعا لو حبيت ان انت تشغلي دماغك على حد يعني وتخليه ينزلك في السعر شويه، وده مش هيحصل اعتقد، هتقولي له can I have a discount on this، can I have a discount on this. طبعا بعد ما بتخلصي شوبينج بقى وماشيه بتقولي لهم thank you for your help، thank you for your help، ده مهم جدا. يس. اوعدك المرة الجاية يا عصام هكون اتعلمت كويس قوي. انت ولا بتتعلمي ولا اي حاجه انت يا ليزا. انتوا كمان دلوقتي ممكن تسيبوا لنا في الكومنتس عايزين تتعلموا من انه موقف في الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد مع ليزا اللي ما بتتعلمش.